هذا الفيديو لا يمكن أن تشاهده إلا عبر قناة واحدة على يوتيوب. إنها قناة نجوم العرب. بالطبع فلا صوت يعلو في دولة الجزائر الآن فوق صوت الفرحة الكبيرة والغامرة التي عمت أجواء الجزائر والجماهير هناك بعد فوز فريق اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي أو البطولة الكونفدرالية لكرة القدم، بعد أن استطاع أن يتغلب في النهائي على فريق يانج أفريكانز التنزاني في مجموع المباراتين، بالرغم من خسارته لمباراة الإياب وسط جمهوره وأنصاره بهدف نظيف. ولكن الملفت للانتباه كان في الاحتفالات الكبيرة التي قامت بها كل من الإعلامية الجزائرية فائقة الجمال والشهرة والرقي. الإعلامية سمية سماش وزوجها المنشط الإذاعي الشهير منشط إذاعة البهجة الجزائرية عمار الشندالي، حيث اندهش الجمهور كثيرا بتلك الاحتفالات، حيث ارتدى عمار الشندالي التيشيرت الخاص بفريق اتحاد العاصمة وسانده طيلة المباراة من أرض الملعب. أما الإعلامية سمية سماش فقد خطفت الأنظار هي الأخرى عندما حرصت على الاحتفال باتحاد الجزائر من خلال برنامجها آلو شيف، حيث ظهرت سمية سماش وهي ترتدي التيشيرت الخاص بفريق اتحاد العاصمة هي الأخرى. ولكن لا تكمن المشكلة في احتفالات سمية وعمار، ولكن أكثر ما أثار الجدل لدى الجمهور هو أن الكثيرين كانوا يريدون معرفة هوية النادي الذي تشجعه وتسانده الإعلامية سمية سماش، وهل هو حقا فريق اتحاد العاصمة الجزائري أم ناد آخر؟ فالكل يعلم أن الإعلامية الحسناء سمية سماش تنحدر من الغرب الجزائري. لذلك انقسم الجمهور بعد أن رأى تلك الاحتفالات الجميلة والرائعة من سمية سماش بعد فوز فريق اتحاد العاصمة بالبطولة الكونفدرالية. فمنهم من رأى أن مثلها مثل أي مواطنة جزائرية محبة لوطنها وبلدها، ومن الطبيعي أن تحتفل وتساند فريق اتحاد العاصمة بكل قوة، وليس شرطا أن تكون من مشجعات النادي أو حتى من أنصاره. بينما رأت شريحة أخرى من الجمهور ومن المتابعين بأن الفرحة الكبيرة التي غمرت سمية سماش وزوجها كانت غريبة جدا، وكأن أحد هذا الثنائي مشجع للنادي ومناصر، وليس مسألة أن نادي جزائري قد فاز بأحد الألقاب القارية الأفريقية. ورجح الجمهور بأن يكون المنشط الإذاعي عمار الشندالي هو من يشجع نادي اتحاد العاصمة الجزائري، حيث كان الرجل يدعمه من داخل الملعب ويشجعه بكل حماس وقوة. وهو الأمر الذي يؤكد للجمهور أن المنشط الإذاعي عمار الشندالي هو من مشجعي ومناصري هذا الفريق الجزائري الشهير.